اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل الهمبرجر. عندي هنا نص كيلو لحم غنم مثروم. راح استخدم وياه حبة بصل وحدة مقطعتها كلش ناعم. البهارات اللي راح استخدمها بهارات همبرجر وفلفل اسود، وعندي هنا ملح، وعندي هنا اكيد شوية زيت راح استخدم. الحشوة اللي راح استخدمها طبعا اني فوق الهمبرجر عندي هنا خس، وعندي هنا طرش مسويته شرائح، عندي طماطة شرائح، عندي بصل اني مسويته شرائح، وعندي هنا جبن مال همبرجر. اول شي بوتيتا انا قطعتها اصابع، راح اخلي عليها خاشوقة مال اكل فلفل اسود، راح اخلي عليها 3 خواشق زيت وخاشوقة اكل ملح، وراح اخليها بالقلاية الهوائية. يعني بينما تستوي البوتيتا عندي انا راح ابدي احضر اللحم. هسه اول شي راح استخدم هاي الكاسة، راح اخلي اللحم بيها اني، راح اخلي عليه نص خاشوقة مال اكل فلفل اسود، ونص خاشوقة مال اكل بهارات همبرجر، ونص خاشوقة مال اكل ملح. هسه راح اشغل النار هنا، راح اخلي البصل اللي انا مقطعته كلش ناعم، قبل اخلي خاشوقة مال زيت، خاشوقة اكل زيت، وراح اضيف عليه البصل. راح ابقى احمس فيه طبعا لحد ما يصير عندي لونه يعني على شقار ياخذ. هنا طبعا بدل البصل عندي يتغير لونه، هسه راح اخلي له ربع قلاص مي حتى يتكرمل عندي، وبنفس الوقت هم يذبل، يعني البصل يذبل، يعني اريد اخليه على اللحم، يعني حتى بناخذ طوي لحم ما تحسين يعني بملمس، راح يذبل عندي. وهذا شكل النهاية بعد شلون صار لونه على ذهبي. هسه راح اخليه فوق اللحم. هسه انا خليته فوق اللحم، راح اخلي فوقه خاشوقة مال اكل طحين صفر، خاشوقة واحدة. راح اعجن هاي المكونات كل زين. هذا شكله طبعا بعد ما عجنته. طلع البوتيتا طبعا من القلاية، راح اقلبها شوية على مود تستوي حتى الجو عندي وارجعها. تقريبا خليتها بالقلاية لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة. هسه اي قالب عندكم مال همبرجر، ذا عندكم مثلا قبق مال يعني دبة هيك كل شي ينفع. انا هنا عندي شو اسمه قالب مال همبرجر، خليت عليه تشيز، وراح اخلي عليه اللحم واضغطه تقريبا يعني ياخذ خاشوقتين اللحم. وهذا شكله بعد ما كبسته. هسه راح اسوي كل كمية عندي بنفس الطريقة. تقريبا نص كيلو طلع عندي 7 همبرجرايات. هسه طاوة راح اخلي بيها طبعا خاشوقة واحدة مال اكل زيت، واخلي عليه الهمبرجر، وابدي اقلبه طبعا حتى ما يلزق عندي. هسه راح اقلبها وابدي احاول اضغطها حتى تستوي طبعا من النص، ما تبقى يعني بطنها لا اللحم ما مستوي. هسه راح اخليها طاوة ثانية عندي هنا 3 خواشق مال زيت، وراح ابدي اقلب طماطة هنا عندي، يعني تقلى كلش خفيف مو قوي يعني تمردوها لا، بس مجرد تاخذ شوية حامسة خفيفة اشيلها. هذا اللحم بعد عندي ما مستوى. هسه راح اخلي فوقه الجبن طبعا لحد ما يستوي عندكم وتشوفوا، لا تخلون الجبن اخير شي. طاوة على النار مرة ثانية، راح اخلي بيها خاشوقتين مال زيت، وراح احمص بيها الصمون مال الهمبرجر عندي شوية، اخليه ياخذ لون ذهبي. اخذ عندي لون ذهبي حلو. راح احمصه طبعا صمون، هذا الصمون اللي استخدمته انا مال الهمبرجر. هسه راح اخلي خاشوقة مال كاتشب، وراح اخلي عليه مايونيز، وامسحه بالخاشوقة على مود يشبع بالصمونة كلها. هسه راح اخلي اول شي شرائح مال خس. طبعا اي شي يعجبكم تقدرون تضيفوه بيه، مو شرط يعني. هسه الاشياء اللي دا اضيفها اني. هسه راح اخلي بوتيتا اللي سويتها بالقلاية
وهسه راح اخلي عليه الهمبرجر، وراح اخلي فوق البصل شرايح مال البصل، فوق راح اخلي شرايح مال طماطة، طماطة يعني بوعم بس مجرد ذبلتها. هسه راح اخلي شرايح مال طرشي، خيار مال طرشي، واخر شي خلي عليه الصمون. هسه راح الفاني بالسيليفون عندي حتى ما يتطشر طبعا، تطلع اللفة عندكم حلوة ومرتبة. هسه راح اقسمها بالنص، بعد شلون شكلها طلع كلش حلوة ومرتبة، وطعمها طبعا ولا اروع. اتمنى تجربوها. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو، وعليكم بالعافية.